السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني جدًا جدًا من آخر فيديو. النهارده وأحباب والله بيلعبوا كسروا المراية بتاعة التسريحة، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وخدت الشر وراحت، والحمد لله إن ما حدش فيهم اتأذى. فأي واحدة بتتكسر عندها أي حاجة فكري مرة و10 قبل ما ترميه زي ما هو كده، فكري ازاي يكون أمان على كل اللي حواليكِ، على الحيوانات وعلى عمال النظافة وعلى أي عيل ماشي في الشارع عشان ما يتعورش. هاتي ورق جرايد وورق كرتون، دي أي حاجة تكون تقيلة تتلف فيها الورق علشان تكون طبقة حماية وعزلة عشان ما حدش يتعور، عشان الحاجة دي حاجة حادة. كمان ما تنسيش تصلي على النبي كتير، ولو انت متعرفينيش انا فرحة وهنا بنتكلم عن كل حاجة تخصك وتخصني. ما تنسيش تعملي اشتراك وتصلي على النبي كتير في الكومنتات. والتصرفات المسؤولة كلها لازم تبقى من شخص ناضج، فتعملي الحاجة اللي انت متأكدة ان هي مش هتأذي حد. الحاجة دي مؤذية بشكل بشع. عمال النظافة بيتعاملوا بكل عفوية، فالله أعلم هيتأذي ازاي. فما تكونيش انت سبب في يوم من الأيام ان حد يتأذي، أو كمان والله ما تهونش عليكي ان انت تأذي قطة. فكوني شخص ناضج وتعاملي مع الموضوع بحكمة. لفي الموضوع مرة واتنين وتلاتة. أنا هنا لفيته في ورقة، في شنطة، وبعد كده في ورق، وبعد كده في شنطة جوه شنطة جوه شنطة، وكتبت على الشنطة من بره ان ده ازاز وان هو هيجرح، وان شاء الله ان شاء الله ما حدش يتحور منه. وانا اتاكدت اكتر من مره ان انا احط ايدي بالطريقه من الزوايا علشان لو في حاجه كده ولا كده اتاكد وانا اصلحها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك. سلام.